مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت لكم النهارده فيديو حلو قوي لافضل خروجات وفسح زي ما شفتوا في العنوان كده في مصر الجديده. مصر الجديده قريبه لمناطق حلوه كتير قوي في وسط البلد، يعتبر قريبه لشبرا وسط البلد، قريبه لجسر السويس، الزيتون، عين شمس لو انت من مصر الجديده او من مدينه نصر. فكل المناطق الحلوه دي قريبه جدا لمصر الجديده، هتقدر تروح تخرج وتتفسح وتتبسط بسرعه وترجع على بيتك على طول. الاوقات دي اوقات حلوه قوي للخروج، اللي هو انت ولا صيف وحر قوي ولا انت شتاء وتلج قوي. الوقت اللي من دول وقت خريفي جميل، اجمل وقت ممكن تقضيه في السنه وتستمتع بالجو ده، اذا كان الصبح بدري بعد ما تودي الولاد المدرسه، او اذا كان بالليل واخر النهار بعد ما تجيبهم. هتقدروا تخرجوا وتستمتعوا خروجات حلوه كتير قوي. وما تنساش القناه بتاعتنا دي اصلا قنوات خروجات وفسح وسفريات في الصيف للفنادق وشرم وغردقه ومرسى علم، وفي الشتاء كمان بنشتغل الاقصر واسوان وحاجات حلوه كتير. فانت لو من هواة الخروجات والفسح والحاجات الحلوه دي، فالقناه دي معموله علشانك. ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. اول مكان بقى وخروجه معانا، فالمكان دوت زي ما قلنا في مصر الجديده في صلاح سالم طريق العروبه. فهو مول حلو قوي فيه كل حاجه انتم ممكن عايزينها، ممكن بتعدوا وتشوفوه كتير، بس للاسف في ناس كتير ما دخلتوش. المكان دوت لامم يا جماعه كل حاجه. فانت لو دخلت الصبح في اماكن حلوه قوي تقدر تاكل فيه فول وطعميه وفطير مشلتت بقى بالسمنه البلدي وعسل ابيض وعسل اسود والحاجات الحلوه دي. تشرب كوبايه الشاي الصبح في الروقان مع الجو الجميل دوت، والشمس وهي بتطلع اللي هي مش لاسعه دي، والهواء نسمه الهواء الجميله. تقدر برضه ان انت تروح اخر النهار تستمتع فيه غدا. في ممكن تاكل بيتزا، عايز تاكل برجر، عايز تاكل سوشي، عايز تاكل اي اكل ايطالي، اي اكل شرقي، عايز كافيه تقعد تشرب قهوه، تشرب اي حاجه. فهو مول ميراكي دوت في مصر الجديده. لامم كل البراندات وكل الكافيهات، كل حاجه، اي حاجه نفسك فيها هتروح هتلاقيها في المكان دوت. ان انت عايز تروح تاكل اي اكله معينه، فهتلاقي فيه براند موجود هناك بيعمل الاكله ديت، زي ما قلنا بيتزات وشرقي وغربي وايطالي وكل حاجه. في كافيهات وتقعد وتشرب حاجه واللي انت عايزه. كمان هناك مش هتشيل هم الباركنج، المكان هناك واسع جدا وكبير قوي، هتقدر ان انت تركن عربيتك في اي حته انت عايزها. كمان المكان تقدر تروحه بمواصلات كتير قوي من اي حته من المناطق اللي احنا قلنا عليها في بدايه الفيديو. كمان المكان دوت فيه ميزه كمان ان هو فيه كارفور، فانت لو عايز تروح هناك تتسوق او تعمل تجيب طلبات البيت وكده، فانت هتقدر تروح تيجي تقعد وتشم هوا وتشرب حاجه او تاكل وتتغدوا وتروحوا تجيبوا طلبات البيت اللي انتوا عايزينها تحطوها في العربيه وتكملوا قعدتكم. فهي بقت خروجه كامله، منها بتتسوق ومنها بتغير جو تشم شويه هوا ومنها بتاكل اي حاجه انت نفسك فيها. فهو مكان مجمع لكل حاجه، مناسب لكل العيله. مكان حلو قوي مول ميراكي دوت في صلاح سالم مصر الجديده في طريق العروبه. مكان حلو قوي تقدر تخرج فيه وتغير جو، تقدر تروح الصبح او تقدر تروح اخر النهار. مليان اماكن كتير بتعمل حاجات مختلفه، بيجيبوا مغنيين، بيجيبوا فرق كده بتقعد تعزف وتعمل موسيقى حلوه. فهو مكان حلو قوي مناسب لكل العيله، واسعاره برضه عاديه جدا، مش اللي هو واو اوفر. فالمكان دوت مناسب جدا لكل العيله. هسيبكم مع شويه صور حلوه قوي للمكان ده. تاني مكان معانا بقى في مصر الجديده فهي الكوربه. اللي ما راحش الكوربه يا جماعه، خصوصا في الايام اللي جايه دي وفي الوقت الشتاء دوت او الوقت الخريفي او في الكريسماس، فهو فايته كتير. لازم يا جماعه تجمعوا اصحابكم او اسرتكم او حبايبكم وتروحوا هناك تتمشوا في شوارع الكوربه زي ما هنشوف مع بعض في الصور. اماكن حلوه قوي للتصوير والخروج والفسح. في مطاعم كتير هناك، لو عايز تاكل كشري عندك كشري هندي بيعمل كشري ممتاز وطازه وعلى طول، زحمه جدا. لو عايز تاكل اي مطعم، في مطاعم كتير قوي، في كافيهات سلنترو وبور كافيه، في كل البراندات برده موجوده. عايز تاكل كي اف سي موجود، عايز تاكل ماكدونالدز موجود، عايز تجيب ايس كريم بقى وتقعد تتمشى في شوارع مصر الجديده الجميله دي وتقعدوا تضحكوا انتوا واصحابكم وتقفوا تركنوا عليها عربيه وتتصوروا وتتكلموا وتضحكوا مع الايس كريم والحاجه الحلوه دي. فهي خروجه ممتازه جدا، خروجه يعتبر ببلاش، مش هتصرف فيها غير الحاجه اللي انت هتستهلكها، اذا كان ايس كريم او عصير او كافيه او ان انت تقعد في مطعم تاكل حاجه. غير كده هتستمتعوا وهتاخدوا صور جميله، هتعملوا ذكريات جميله، هتقدروا تتمشوا وتشموا هوا وتستمتعوا بمصر الجديده. كوربه كبيره قوي يا جماعه وفيها كل اللي انتوا عايزينه. فمكان دوت مكان حلو قوي تقدروا تروحوه في الميعاد دوت وفي الوقت ده. افضل وقت في السنه، خصوصا الشهور الجايه دي وقت الكريسماس، بيعملوا ديكوريشن جامد جدا هناك وكل اجواء الكريسماس هتحسوا فعلا ان انتوا في راس السنه في الكوربه ديت. تالت مكان معانا بقى فهو مكان مميز جدا يا جماعه، فهو
يعتبر ايقونه مصر الجديده كلها، وهو قصر البارون. قصر البارون بنسمع عنه حكاوي كتير وقصص كتير واساطير كتير جدا، بس انت بقى لما تروحوا هتعرف الحكاوي والقصص والاساطير الحقيقيه، خصوصا لما يكون معاك مرشده سياحيه او مرشد سياحي متميز وفاهم وعارف كل حاجه. هتخش القصر دوت، هتعرف تتفرج على كل ركن فيه، هتشوف تفاصيل كتير قوي في القصر ده، وهتسمع بقى الحكاوي الاصليه الحقيقيه. غير كمان ان انت تقدر تعمل سيشن تتصور هناك، مكان جميل جدا. طبعا دخول الكاميرا بفلوس، ممكن يبقى 50 جنيه او 100 جنيه. طبعا تصور بموبايلك ده براحتك، تعمل فيه اللي انت عايزه. ممنوع دخول المأكولات والمشروبات، بس انت تقدر تاخد معاك ميه بس مش اكتر من كده. فانت كل واشرب وظبط نفسك، خد ميتك او عصيرك، وتقدر تطير هناك على قصر البارون. محطه مترو الاهرام قريبه جدا من هناك. لو هتروح عن طريق صلاح سالم افضل ما تعدوش الطريق، وفي نفق مشاة تنزلوه وتخشوا قصر البارون. هتستمتعوا خروجه جميله جدا ومميزه جدا، فاللي ما راحش قصر البارون فايته كتير. رابع مكان معانا بقى يا جماعه، فهو انا اتكلمت عنه كتير بس بحب اتكلم عنه اكتر، كل ما بالذات لما نجيب سيره مصر الجديده فلازم نجيب سيره المكان دوت. فهو مركز الطفل للحضاره والابداع. المركز دوت جميل جدا، حديقه كده جميله مفتوحه فيها اماكن كتير حلوه، قعدات كتير، تعملوا بانيك مع براحتكم وتجيبوا اكلكم وشربكم وعصيركم. هتلاقوا فيه هناك تماثيل كمان للحيوانات مجسمه كده حلوه قوي، زي الزرافه، التايجر، حاجات كتير قوي حيوانات هتشوفوها. في كمان اماكن العاب للاطفال، كيدز اريا. مكان مفتوح وهادي جدا، تقدروا تروحوا برضو في الايام الحلوه دي، هتستمتعوا وتشموا هوا حلو، تتصوروا صور حلوه، تاكلوا وتشربوا. رسم الدخول 30 جنيه او 40 جنيه حاجه زي كده، فهو بيعتبر ببلاش يا جماعه. وهتروحوا تغيروا جو، واسمكم غيرتوا جو لاطفالكم، وتقدروا تتفسحوا وتتبسطوا في مكان حلو قوي. تاخدوا اكلكم وشربكم من البيت، وهتاخدوا العصير بتاعكم من البيت، وهي بس هتاخدوا حاجه تفرشوا وتقعدوا وتاكلوا وتشربوا وتستمتعوا وتتصوروا وتلعبوا اطفالكم، واسمكم قضيتوا ويك اند جميل جدا. فمفيش حاجه اكتر من كده. مكان قريب جدا وفي مصر الجديده، وكمان على قد الايد، وخروجه حلوه فيها كل حاجه، ومناسبه لكل العيله، الاب والام والاطفال. لو انتوا صحاب، لو انتوا شله، لو انتوا اي حاجه، هتقدروا تستمتعوا في الخروجه دي كويس قوي. طيب المكان ده عنوانه فين؟ شارع ابو بكر الصديق في مصر الجديده، قبل ميدان الجامع كده بشويه. هتلاقوا الحديقه دي، حديقه جميله جدا، لازم تروحوا. خامس مكان واخر مكان معانا في الفيديو دوت، برضو من الاماكن اللي بحب اتكلم عنها كتير جدا ما دام هنروح مصر الجديده وعايزين مكان لامم لكل العيله، فعندك حديقه الميريلاند. من بعد ما اتوضبت، انسوا يا جماعه الذكريات القديمه والحكاوي القديمه عن ميريلاند، خلاص اتغيرت تماما. بقى في امن، ومكان بقى نضيف جدا وتوضب حلو قوي. رسم الدخول برضو حوالي 30 جنيه او 40 جنيه في المناسبات. تخش جوه هتلاقي كل حاجه، هتلاقي قعدات، تقدر تعمل برضو تجيبوا اكلكم وشربكم وتاكلوا. في كافيهات جوه لو مش عايزين تعملوا كده، وفي مطاعم جوه، في كيدز اريا جوه، وفي ملاهي جوه كمان، ملاهي العاب كده حلوه. طبعا كل لعبه بيبقى ليها سعر، بس السعر المعقول هو 10 20 30 حسب نوع اللعبه اللي انت بتلعبها. في كيدز اريا بوقت نص ساعه او ساعه لاطفالك. في اماكن بقى عجل، لو انت عايز تعلم حد عجل، معاك عجلتك وتخش تلعب جوه بالعجل. تقدروا في كل الانشطه اللي انتوا عايزين تعملوها، رسم. طبعا في رمضان بقى او الكريسماس او الحاجات دي بيعملوا اجواء خاصه بالمناسبه دي او بالحاجه دي. فحديقه الميريلاند من الحاجات القريبه جدا وجميله جدا ونظيفه جدا، وفيها كل حاجه اللي تناسب كل افراد الاسره، من اول تيتا وجده لغايه اخر طفل، او لو انتوا شله شباب او شله بنات، فهتقدروا تروحوا. مكان امن جدا وخروجه حلوه جدا في مصر الجديده، حديقه الميريلاند من الخروجات الحلوه جدا برضه، اوعوا تفوتوا. بكده انا خلصت 5 اماكن في مصر الجديده. لو عايزين اماكن تاني كتير اكتبوا لي في الكومنتات، عايزين اماكن تاني في مصر الجديده، ولا عايزين في مدينه نصر، ولا عايزين في شيراتون، ولا عايزين فين. عندي اماكن وخروجات كتير في اماكن مختلفه. قولوا لي انتوا عايزين اتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي، وهطلع لكم فيديو حلو قوي لافضل خروجات وفسح في المكان اللي انتوا هتطلبوه، او اكتر ناس هتعمل لايك على المكان دوت. هبتدي اشتغل على المكان ده. عندي خروجات كتير، عندي فسح كتير، عندي بلاي ليست كتير فيها خروجات. ما تبنوش نفسكم من خروج الفسح. الحاجات دي الذكريات الحلوه، اذا كان ما بين الصحاب، الشله، الولاد او البنات، او ما بين الاسره، الاب والام والاطفال. فهي الحاجات دي اللي بتخلي العلاقات قويه وتخلي الحياه حلوه. الحياه ملهاش معنى غير ان احنا نتبسط ونفرح فيها. ربنا خلقنا عشان نفرح ونتبسط. فخروجه يا جماعه واتبسطوا، وما تحرموش نفسكم من حاجه. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. بحاول اجيب لكم خروجات على قد الايد. شجعوني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وشكرا للمتابعه. سلام.